السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورس تأسيس لغة عربية من الصفر للناس الضعيفة، للناس اللي لسه بتبتدي لكي جي 1. قبل كي جي 1 المفروض ناخد الكورس ده يكون فيه ايه؟ ركزوا معايا في كل خطوة اقولها لكم. المرحلة دي مهمة جدا جدا. امشي ازاي؟ يلا بينا. اول حاجة تعلميها لابنك هنا، هتعلميه نطق وكتابة وتعليم الحروف. انطق ازاي الحرف الف، انطقه ازاي الف. طب بالفتح طب بالضم طب بالكسر جميل. والحروف بتاعتك ازاي يكتبها بطريقة صحيحة بشكل صحيح. الالف بتقف على السطر، الباء بتقف على السطر، الجيم بتنزل نص مثلا تقف على السطر ونازلة ببطن، البطن لازم تنزل على السطر، السين 3 سنات والطبق من قلبهم. كل الحاجات دي المفروض ابنك يكون عارفها ان شاء الله. انا هشرح لكم سريعا كده احنا هنعمل ايه في المراحل دي، وبعد كده ان شاء الله فيديو هعلمكم ازاي تكتبوا الحروف وازاي تنطقوها بالحروف بالاتجاهات اللي هي الصحيحه. بس الله يكرمك الله يكرمك، ما تقوليش ابني ما منوش فايده، ما تقوليش ابني ما مش نافع، ما تقوليش يا عم ده انا مهما اديت كورس مهما عملت ابني مستواه زي الطين. لا يا بابا، لا يا حبيبه قلبي، ابدأي من دلوقتي. انا هبدأ معاكم لحظه بلحظه وثانيه بثانيه معاكم في كل حاجه. المرحله الاولانيه هنتعلم نطق وكتابه الحروف بطريقه حلوه جدا جدا، دي حاجه. طب ابني خلاص بقى الحمد لله ربنا كرمه ونطق وكتب الحروف بطريقه كويسه، حلو. نعمل ايه؟ نقرا بقى. نبدا نقرا. نبدا ايه؟ نقرا. ده حرف ايه؟ يقول لي الف. طب ده حرف ايه؟ الجيم. طب ده حرف ايه؟ الطاء مثلا. اتملى كده يا حبيبي الف، ها بعديها باء. هملي بالترتيب. بعد املائي بالترتيب هبدا املي بدون ترتيب عشان اعرف ابقى متمكنه جدا جدا ان ابني خلاص حفظ الحروف كلها وكتبها بطريقه صحيحه. كده انت كده ماشيه صح، انت لحد الان ماشيه ايه صح. بس في بقى حاجات بقى اخطاء، بس ازاي نتجنبها هقول لكم بقى. ده حرف الجيم كتير جدا بلاقي اولاد بيكتبوا حرف الجيم بالشكل ده اللي انتوا شايفينه ده كده، طبعا دي غلط. او بالشكل ده ينزل على السطر في نص السطر، برضو غلط. او بالشكل اللي انتوا شايفينه ده برضو دي غلط. الجيم بتتكتب ازاي يا مس؟ اقف على السطر كده اهو، على السطر واروح نازله بطن كده. ابنك بقى يكتبها لك كده ويرجع من النص ويعمل لك كده من قلب النص، لا انا مش عايزه الكلام ده كله. طيب نرجع على حرف الراء. الله يكرمك الله يعزك. حرف الراء المفروض الراء ما بتقفش فوق كده وما بتتشعلقش تحت كده، الراء بتبقى على السطر. اقول له اقف على السطر كده يا حبيبي وايه وانزل. دي كده الراء. طب السين بكتبها ازاي؟ ما اكتبهاش بالشكل ده، ما اقولوش اعمل شرطه اطلع سنه وسنه وسنه وانزل بطبق. لا 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 لا، سيبك من الكلام الهايف ده كله، ده كله كلام ما ينفعش خالص. بص يا حبيبي، طبق صغنن اهو، طبق صغنن وطبقتين صغنن كده وانزل بطبق كبير. يبقى انا كده خلصت المرحله بتاعتي الاولانيه بطريقه سهله جدا جدا وبطريقه حلوه خالص خالص. كده خلصنا المرحله الاولى. استنوا ان شاء الله في المرحله الثانيه هقول لكم هتعملوا ايه. الفيديوهات اللي هنزلها ورا بعضيها. بس ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.